انا متاكد وعندي يقين ان مفيش حد بيشجع الزمالك استغرب من اللي حصل النهارده. يعني حقيقي دي سيناريوهات الزمالك. لو احنا نكسب بفرق 6 نقط بينا وبين الاهلي، فرق 3 نقط بينا وبين بيراميدز، الدور الاول خلص داخل على اخر 6 ماتشات في الدوري، تبقى مرتاح؟ لا طبعا. ده مش الزمالك نهائي نهائي. ولا ده عمره كان الزمالك اللي هو يريحك والدنيا تبقى سهله وان شاء الله والدنيا سهله. لا لا، ده عمره ما كان الزمالك. الزمالك النهارده قدم اداء يقرف يقرف. مع احترامي احنا ما نستحقش نقطه. يعني مع احترامي انا كنت هموت على النقطه، ما نستحقش نقطه النهارده. طب الماتش التاني على التوالي اداء سيء سيء. انت ما جيتش النهارده، انت عامل اداء زي القرف بقالك ماتشين، سواء ماتش الاتحاد ولا ماتش من بعد ماتش بيراميدز، وكله يلا واحتفلنا ورقصنا وشيكو بنزا وكله مبسوط. من ساعتها واحنا ميتين، احنا ما جيناش. وانا مش فاهم ليه. يعني احنا ما ضمناش الدوري والله لما كسبنا بيراميدز خالص. انت عندك الدور الجاي ده هيبقى مطحنه. انت عندك هتلاعب انبي تاني، وعندك سيراميكا كليوباترا وبيراميدز والاهلي والمصري، مش فاكر زد تقريبا كمان في فرقه كان مش فاكر مين. انت لسه ماتشاتك زباله، ماتشاتك جاي زباله. احنا لسه ما فيش اي حاجه خالص. انا صعبان عليا الجماهير راحت النهارده في استاد. يعني انا بس عندي تعليق معلش، هو مش ده مش عذر لاي حاجه النهارده خالص. هو استاد مقاولين العرب واستاد الكليه الحربيه، هو ايه الارضيه دي؟ دي مش ارضيه ملاعب كوره، دي مش ارضيه ملاعب كوره نهائي. وانا ما اعرفش الزمالك ازاي اصلا بيتمرن على استاد الكليه الحربيه ده لحد دلوقتي. استاد سيء، استادين صعبين صعبين، يعني ما يتلعبش عليهم كوره خالص. برج العرب برضو كل فين وفين بتبقى ارضيته عدله، لكن دي مش استادات كوره خالص خالص، يعني الارض يعني ميته. فانا مش فاهم برضو ليه بنلعب على الملاعب دي. لكن دي مشكلتي في الناس اللي راحت النهارده. الناس دي بتفطر بره عشان تلحق الماتش، يعني اللي جاي من سفر كمان، اللي بيتحرك من العصر وبيجي عشان يلحق الماتش النهارده، في الاخر يبقى ده شكلك في الملعب. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ماتش الاتحاد برضو ربنا استرها معانا عشان الجماهير اللي كانت موجوده، وكله كان كله كان بيشجع وكله كان جاي والاستاد كان مملي، ولا كأنه ماتش نهائي. وانت برضو لعبت باداء مقرف، لكن الحمد لله كسبنا. مش تفضل كل مره تسلم الجره، لا. انت لو فضلت بالمستوى ده والله 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 هتنزل، وهتنزل جامد كمان. يعني انت بس اللي زي معاك الدنيا ان الاهلي وقع كسبت بيراميدز مش عارف ايه، لكن لا. احنا مدركين الظروف وكل الكلام ده، ولكن انت كنت تلعب كويس. ايه اللي وقع الفرقه كده؟ انا ما عنديش فكره. الثقه الزياده اللي بقت عند الفرقه دي ليه؟ ما عنديش فكره. لا، هو انت كسبتش حاجه، انت لسه الدوري بعيد، لسه 6 ماتشات تلعب. 6 ماتشات دول 6 نهائيات حرفيا. بس عادي، ماتش وخسرناه. حسام عبد المجيد ضيع البينالتي في اخر ماتش، حصلش حاجه. انت لسه اول الدوري، نفس نقط بيراميدز واقل من الاهلي والاهلي اقل منك ب3 نقط. لسه قدامك الدور الجاي تعوض فيه، وان شاء الله الزمالك ياخد دوري. وان شاء الله الثقه دي يعني نفوق كده نفسنا. دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. يلا سلام.